السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جايه لكم فيديو جديد. عايزاكم حالا تنزلوا تحطوا لي لايك للفيديو ده. لو انتوا اول مره بتشوفوني ولسه مش مشتركين معايا في القناه، يا ريت تنوروني بالاشتراك من كلمه اشتراك باللون الاحمر، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه وتشوفونا على طول. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزه اقول لكم بجد شكرا جدا على التعليقات الجميله اللي انت كتبتوها لي الفيديو اللي فات. بجد انبسطت جدا بكلامكم وانتوا دايما بتشجعوني. عايزه اقول لكم ان انا لما بشوف تعليقاتكم دي بتشجع جدا، وبقوم بشوف ايه اللي انا عايزه اعمله، او بشوف ان انا اصور لكم حاجه جديده. يعني انا بحبكم جدا، بحب اعمل لكم كل حاجه انتوا عايزينها، وبجد انتوا بتشجعوني. عايزين نتشجع كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه النهارده. طبعا الناس اللي متابعاني اكيد شافت الفيديو اللي فات، انا عملت حاجات كده في المطبخ والنهارده بكمل يعني. انا ما بحبش ان انا اعمل كل حاجه مره واحده، علشان بيبقى ضغط ومجهود عليا، خصوصا ان انا معايا اتنين اطفال، والاتنين صغيرين والاتنين صعبين. يعني مهند محتاج حالة خاصة او تعامل خاص، والنونة الصغيرة بنوتي دي بتصحى في اي وقت وبتقوم في اي وقت. يعني كده حياتها لسه متلخبطة، لان هي يدوب لسه 4 شهور تقريبا. يعني لسه مش متظبطة او مش متأقلمة معاها خالص. دلوقتي زي ما انتوا شفتوا كده، انا صحيت الصبح وبعد كده رحت وديت مهند الحضانة. بعد ما رجعت بقى شفته، يعني انا سبت البوتاجاز. المره اللي فاتت غسلت البوتاجاز وكده، فما غسلتش العيون بتاعه البوتاجاز. فانا بغسلها بخلطه معينه، بحط لها ملح ليمون وصابون سايل وحبه اريال صغيرين وخل وليمون وصابون سايل. وبعد كده بسيبها على النار هادية جدا 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 لحد ما تفضل تغلي مع بعضها. وبعد كده المواد دي بتتفاعل، وبعد كده بقلبها كويس جدا. وبعد كده بطلع العيون فعلا بتنضف جامد جدا. يعني جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. بصوا، انا بقى سبت النار هادية عليها، وبعد كده نزلت وديت مهند الحضانة. رجعت بجد على كارثة. رجعت لقيت الحلة فايرة. انا ما كنتش متوقعه اصلا ان هي هتفور. لقيت الحله بقى فايره وعماله بقى بتنزل على البوتاجاز، عماله بتنزل على البوتاجاز. طبعا انا ما كنتش عايزه المنظر ده يعني وكده. ف يعني بس الحمد لله انا لحقتها، والحمد لله. على فكره لو كانت فعلا فضلت تفور كانت الميه هتبوظ الدنيا. الله اعلم. انا كنت اصلا الريحه الحاجات دي في المطبخ كانت كاتمه المطبخ جدا، بسبب الحاجات دي عماله تغلي وتفور. فالحمد لله انا لحقتها. انا ما كنتش فاكره اصلا ان هي هتفور كده وتفضل تكب. يعني انا قلت ان انا ايه، 5 دقايق هروح وهرجع هتكون ما عملتش كده، ما عملتش حاجه. اول حاجه كده، بعدين انا طفيت عليها وبعدين غطيتها علشان ايه المية تفضل سخنه كده والعيون بتاعه البوتاجاز تنضف. كان عندي حبه مواعين في الحوض، فقلت ان انا هغسلهم. والنهارده هنرتب كده ونشوف المطبخ هنعمل ايه. عايزه اقول لكم المطبخ ده بجد كان وحش جدا جدا جدا، بس انا بظبط فيه على اساس ان انا ايه، انا بحب المطبخ جدا. انا من عشاق المطبخ، فبحب ان انا لما ادخل المطبخ كده نفسي تبقى مفتوحة، ان انا اعمل اي حاجة وانا مبسوطة ومرتاحة نفسيا. فانا دلوقتي بعمل بظبط فيه شوية حاجات كده، كل يوم بظبط فيه حاجة على اساس ان انا اوصل للشكل النهائي اللي انا عايزاه. وطبعا انت هتشوفوا النتيجة على فكرة هيختلف تماما من الاول لحد دلوقتي. اسفة جدا على صوتي ده، علشان انا بجد تعبانة واخدة دور برد، فسامحوني يعني. بجد صوتي ضايع جدا، فالحمد لله يعني. المهم ان انا غسلت المواعين اللي كانت عندي، وبعد كده ايه، قلت ان انا هغسل السيراميك اللي ورا الحنفية بتاعة الحوض، علشان هنشوف إن دلوقتي هنعمل فيها ايه، وهنظبط شوية حاجات كده ان شاء الله هتعجبكم. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.
ما انتوا شفتوا كده انا صبنت السيراميك اللي ورا الحوض، وبعد كده غسلت الجنب بتاع المطبخ نفسه، وبعدين غسلت الحوض، وبعد كده بقيت بغسل الفوطة بقى وبنشف على اساس ان كل حاجة كده تبقى نظيفة ومتلمعة وما يبقاش في اي حاجة وسخة. زي ما قلت لكم انا بحب اعمل حاجتي واحدة واحدة علشان بس انا مزهقش وما ملش، وفي نفس الوقت اعملها كويس جدا بضمير زي ما بيقولوا، علشان انا مش بحب ان انا كروت الحاجة. مهما كانت شقتك وسخة هتقدري تخليها زي الفل، هتحوليها من خرابة لسرايا بجد بس بنظافتك وبدماغك، وفي نفس الوقت هتوصلي للشكل اللي انت عايزاه. ومهما كانت شقتك مش عاجباكي اعملي فيها الحاجات اللي انت بتحبيها، بجد هتنبسطي جدا، لان ده مملكتك. مهما كانت هي وحشة انت بايدك تقدري تحليها. عايزه اقول لكم الشقه اللي انا قاعده فيها دي صغيره جدا، مش زي الشقه اللي انا كنت قاعده فيها قبل كده، فحاسه الدنيا كلها فوق بعضها والدنيا برضو متكركبه فوق دماغي. بس انا عايزه اقول لكم ان انا بظبط فيها واحده واحده، وهتشوفوا ده في الفيديوهات، وبجد هوصل للشكل النهائي اللي انا عايزاه. طول ما انا قاعده في المكان ده لازم اخليه قصر، مهما كان هو مش عاجبني، بس فعلا انا هرتاح فيه نفسيا جدا لو انا حطيت في دماغي ان انا احسن منه. تمام كده. كلنا بنقعد في اماكن عامه مش شرط ان هي تكون على مزاجنا، بس لازم نبقى احنا مرتاحين نفسيا. هنا بقى انا كنت جايبه اللزق ده، من فتره وكده، فانا كنت جايباه اصلا عشان الزقه هنا. انا الشكل الورد ده اللي هو السيراميك ده مش عاجبني خالص. انا بحب الحاجه الهاديه او الحاجه السيمبل جدا، ما بحبش بقى الشغل بقى الشعبي والحاجات الاوفر دي. فطبعا علشان انا ساكنه هنا في منطقه شعبيه، فالسيراميك بتاع المطبخ لازم يكون بالمنظر ده. فانا طبعا مش بحب كده، بس قلت ان انا هعالج الموضوع ده واحط عليها استيكر. الاستيكر ده لونه زي لون البنك الهادي جدا كده، وفي دواير كده بيضة وفاتح. طبعا لازم تعملي الحاجة في المطبخ لون فاتح، ما تعمليش حاجة غامقة جدا علشان ده ما بيبقاش حلو، وفي نفس الوقت بيدي دي في المساحة، وبيدي كده إضاءة غامقة. إضاءة غامقة ما بتبقاش حلوة. مفيش اكتر من الرخامه اللي تبقى غامقه، غير كده لا. الحيطان والسيراميك لازم يبقوا حاجه فاتحه جدا، علشان ده بيحسن من الجوده بتاعه نفسيتك، بيحسن من كل حاجه، بيحسن من المكان، بيحسن من الشكل، من كل حاجه. انا هنا بقى بدات ان انا الزق الورق ده، طبعا علشان الحنفيه هنا، فانا هلزق جزء جزء علشان تبقى كويسه يعني، او تبقى مظبوطه. طبعا زي ما انتوا شفتوا ان انا غسلت السيراميك ورا الحنفيه قبل ما ابدا خالص. هنا بقى قست وكده، فقلت ان انا علشان الجزء ده يعني هلزقه لوحده، وبعد كده هنشوف الشكل النهائي بتاع اللزق ده هيغير بقى في المطبخ ولا مش هيغير. بجد فعلا هيبقى شكله حلو جدا، وكمان هيعجبكم. ولو في اي حاجة عايزين تسألوني عليها اكتبوا له تحت في الكومنتات، وهسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي في اول تعليق مثبت، وهسيبه لكم كمان في صندوق الوصف، تقدروا تدخلوا وتسألوني عن اي حاجة هرد عليكم على طول. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بقى انا لزقت كده، شايفين الشكل كده، تحسوا انه
في اضاءة كده حلوة او تحس ان في تغيير كده. عايزة اقول لكم كمان التغيير الفيديو اللي جاي هيكون احلى واحلى. زي ما قلت لكم ان انا ايه، بعمل حاجة وكده. فانا بصوا لزقت كده الجزء اللي فوق اللي فوق الرخامة على طول، فطبعا في جزء باقي ما بين الرخامة وبين المطبقية، فده برضو كان لسه عندي ستيكر باقي، فانا قلت برضو ان انا ايه، ان انا هلزقه يعني. فبرضو بلزقه كده زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ايه، هوريكم الشكل النهائي بجد هيعجبكم جدا. تمام. هنا بقى انا كنت بلزق بقى الجزء اللي فوق، هنشوف الشكل النهائي وهوريه لكم بجد هيعجبكم جدا. عايزاكم تشجعوني كده باللايك الجميل، مش هتخسري اي حاجه، بس طلعي لي الفيديو باللايك. بما انك انت وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا، ادخلي قناتي واتفرجي عليها هتعجبك جدا. ولو في اي حاجه محتاجاها مني اكتبي لي تحت في الكومنتات، وانا هطلع وارد عليك على طول. هنا خلاص انا كنت خلصت، بدأت بقى ان انا ارص الحاجات مكانها كده. الفيديو بتاعنا خلص. عايزه اقول لكم بجد مبسوطه جدا ان انتوا تابعتوني لحد هنا. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وهتوحشوني الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.